اهلا بيكم معانا في قناة فان ديسكفري. احنا النهارده واخدينكم في ميوزيوم جديد اسمه ارت جاليري اوف اونتاريو. في حاجات غريبة وعجيبة. تعال نشوف جوه هنا. ايه العربية بتاعت العربيات دي؟ بصوا الصالات كبيرة قوي وتلاقي حاجات مش مفهومة اصلا. جايين النهارده نتفرج. وعشان كمان في النهارده الفاميلي داي بتاع الاولاد، الفاميلي داي بتاع في تورونتو يعني. بصوا كمان دي ايه، اكنها هي مرايه اهي، بس في حد رسم عليها اكنها حقيقيه، عامله 3D. شايفين؟ في حاجات تحس اللي هي ارت بجد، وفي حاجات اي كلام. معرفش ايه الحاجات دي. في حاجه هناك اهي. فالمهم النهارده فاميلي داي، بيعملوه كل سنه للعيال في فبراير. فبيبقى فيه في المتاحف كلها بقى ايفنتات وحاجات برضو. ده حاطط حبة طوب هنا وعامل 3D يعني. بص، عشان في ازاز هنا وازاز هنا، قصدي مراية هنا وهنا وهنا، فهو حاطط هنا بس هي اكنها دايرة، عاملة كأنه ايه. يعني بالانعكاس بتاع المرايات مخليها اكنها ايه دايرة بحالها، لكن هي المثلث ده بس اللي فيه حاجة، الباقي كله مرايات. لا 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 لا، ممنوع. بس فهناخدكم في جولة معانا تشوفوا في ايه هنا. يا رب تستمتعوا معانا. طبعا لو عجبكم يا ريت تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب بتاعكم. وتعالوا نشوف في ايه، ونشوف الاكتيفيتي بتاعت العيال والحاجات الغريبة. يا رب تعجبكم. ده بسكويت ملك تشيك. حلوين. بصوا الفن، بصوا الفن التجعيبي. حاطط حوض وملون وراه اسود، ده كده فن، وحاطط اللمضه بتاعته. بصوا اللوحة السوداء دي، واللي قاعدين يتفقدوا اللوحة. وهنا هنا كله ابيض واسود، معرفش ايه اللي عاملينه ده. دي حتت مقطوعة منها. بصوا. تهيألي فايز بيرسم احسن من الناس دي. مش كله يعني، بس في حاجات حلوة. بس دي مخيفة. دي طبعا ما فهمش منها حاجة. دي رسمة ولا صورة؟ دي الصخرة دي. طب ما تلمسش حاجة. بصوا اللوحة دي. هنا في حاجات برضه. وبعدين هنا بيبقوا عاملين في كل حتة قاعدة اللي انت تقعد وتقعد تتمعن في الرسمات وفي الحاجة. Which woman to marry was 4 choices. I wonder what number it is. وهنا كمان عاملين مكان للأطفال يلعبوا حاجات ويلونوا ويرسموا اكتيفيتي. قاعدين مشغولين اهمت. انت رسمت ايه؟ واو، جميلة يا فاس. دي لغاية دلوقتي دي أحلى واحدة عجبتني صراحة. بص برضه.
sea creatures. بص دي 1, سمك. 2, 3, 4, 5, 6, بصوا هنا في 8, استنى 9. دي ورق حاجات كده اكتيفيتي برضو، بيدوروا على الحاجات في الاوض اللي بندخلها، يعني حبة اكتيفيتي برضو يعملوها كده. في بعض الحاجات الصور او الاعمال اللي عاملينها بيبقى موجود عليها العلامه اللي انتوا شايفينها في الارض دي، بيبقى في حد بيشرح عنها، يعني كل وقت معين بيشرحوا عن اللوحه او عن العمل الفني ده. لا يا بس بصوا في الدور اللي تحت عاملين حاجات للاطفال تعمل بيها ريسايكل، يعني الحاجات بتاعت الريسايكل بتاع ورق كرتون حاجات تعملوا بيها اشكال، وفي ناس سايبين حاجاتهم هنا اللي عملوها في اشكال ملهاش لازمه طبعا بس كلها بتعتمد على فكره اللي هم يستخدموا الحاجه اللي هي ايه كانت هتترمي. بصوا اشكال بس القاعدين بيشتغلوا اهو حاجات زي دي كده. هو المكان بتاع العده هنا اهو، فلين على كرتون على ورق، وحاطين لهم اللزق هنا والمقص هنا ويعملوا بصوا وأنس كمان بيشتغل في الآخر في كرسي. بص دي بكل الحيطة، بص الرسمة دي ما تمسكش حاجة يا أنس. بص الثعلب اللي هناك ده دي عجباني الرسمة دي بس ده الثعلب ده وين كده ازرق واخضر، وبعد كده عاملين اللوحه اللي في النص دي. جواهم حاجات بس مش باينه جواها ايه. بس تعالى هنا ورا، ارجع ورا. بص اللوحه دي اللي هناك دي حلوه دي اكنها بتغرق ولا ده شارك ده. بص السفينه دي كمان
تحفة، صورة وبتتحرك. الصورة قاعدة بتمشي بالعرض كده، تخلص حكاية وبتيجي حكاية وراها. حاجات غريبة وعجيبة. يعني قاعة عريضة طويلة فيها البتاعة دي، فيها هنا ده ايه ده. شوفوا الأوضة اللي جوه دي فيها مرايات وحاجات، بس خلاص راح علينا الدور، كان المفروض تسجل قبليها. بصوا هي بتبقى فيها حاجات زي دي، بس لازم تعمل تسجيل ريجستريشن أول ما تيجي عشان تدخل الأوضة. 2 بس بيدخلوها. بصوا الطابوع عليها، خسارة ملحقناهاش، كان نفسي ندخل جوه، بس ان شاء الله هجيلها يوم تاني وادخل ان شاء الله. بصوا الشكل اهو، الطابوع عليها قد كده. يلا مش مشكلة. ده مكان تاني للأطفال برضو يعملوا حاجات، بس شكلهم برضو خلصوا. هو الساعة دلوقتي 4:30، فتهيالي كله خلص. رسومات وصور لا نهائية، لو صورتكم كل صورة مش هنخلص بجد. لا تعالوا اتفرجوا، هيعجبكم الحاجات هنا جدا. وكل صالة فيها كراسي تقعدوا تتفرج براحتك، ترسم. تلج بقى، بص انا بالابيض في التلج الابيض. كل دي قاعات. الصالة اللي هناك دي جميلة برضه. يعني دي شكلها جميل، دي الخيال والظل بتاع الشجر اكنه حقيقي. بص ده اكنه زي حيوان خرافي كده، وبيطلع من الصخرة ده. هو جوه. I think it's a lion. لا هو شكله مختلف، حاجات كتير على بعض. يعني دي بتاعت سمكة، ومن ورا سمكة، وهنا كأنه نمر. ودي برضه ده في واحد جوه. هو صراحة المكان كبير جدا وتحفة، وفي اوض كتير ملحقناهاش نخلصها النهاردة، ف مش عارفة هجيله تاني ولا لأ. بس كده وصلنا لاخر الفيديو، عشان احنا الدنيا بالليل دلوقتي لازم نروح، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. واللي موجود هنا في تورونتو واللي موجود هنا كمان حتى في اوضه ضلمه كلها كتابات وحاجات ما اعرفش لسه ما دخلناهاش. فالقريب هنا في تورونتو يا ريت يجي، اسمه ارت جاليري اوف اونتاريو، جميل صراحه. ونشوفكم في فيديو جديد، ويا ريت. ماشي. لا ارت جاليري اوف اونتاريو. ونشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. باي.